ونظيره الأمريكي سيجريان مكالمة هاتفية في وقت لاحق من نهار اليوم، وهي المرة الثانية رسميا منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، الذي يسعى فيها الرئيس الأمريكي إلى دفع بوتين إلى قبول بهدنة في أوكرانيا. المزيد في تقرير ملك مهراج. زخم دبلوماسي متواصل باتجاه حل الأزمة الروسية الأوكرانية رغم استمرار المسائل الخلافية العالقة بين الجانبين وتغير أوراق التفاوض بتحول خطاب الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء الحرب القائمة بين البلدين. تقارب روسي أمريكي في الملف تعكسه المحادثات المرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لتدارس إقرار هدنة مدتها 30 يوما تحظى بموافقة الجانب الأوكراني. محادثات ليست هي الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي لمنصبه في يناير الماضي، على رأس أجندتها المعلنة بلغة قاطن البيت الأبيض تقسيم بعض الأصول بين موسكو وكييف، بالإضافة إلى مستقبل محطات الطاقة وما يثيره استهدافها من مخاوف إزاء وقوع كوارث نووية. هناك محطة للطاقة على الحدود الروسية الأوكرانية في صلب النقاش بين الأوكران والرئيس ترامب، وسيتم الحديث عن مستقبلها غدا خلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس بوتين. ويرجح بحسب تصريحات المسؤولين الروس أن موسكو ستسعى للحصول على القدر الأكبر من الضمانات للجلوس إلى الطاولة، وعلى رأسها إبقاء الوضع المحايد لأوكرانيا ووأد مشروع انضمامها إلى حلف الناتو بشكل كامل. حضور مراقبين من حلف الشمال الأطلسي أو من الاتحاد الأوروبي لمراقبة وقف إطلاق النار في أوكرانيا بند آخر يدعمه الأوروبيون ويرفضه الكرملين، مطالب تعطل فرص التفاوض بحسب تصريحات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد موافقة كييف الأحادية خلال اجتماعات الأسبوع الماضي في جدة السعودية على تأييد مقترح أمريكي بإرساء هدنة. يعتبر الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعا في العالم، حيث يلجأ إليه ملايين الأشخاص يوميا لتخفيف الصداع وآلام الظهر والحمى، باعتباره مسكنا آمنا وسهل الاستعمال. غير أن أبحاثا حديثة بدأت تكشف صورة مغايرة عن هذا الدواء المنتشر، لتؤكد أن أمانه ليس مطلقا كما يعتقد كثيرون، خصوصا في حالات الاستخدام المنتظم أو طويل الأمد. تشير الدراسات إلى أن تناول الباراسيتامول بشكل متكرر قد يؤدي إلى أضرار خطيرة، من أبرزها تلف الكبد، حتى عند الالتزام بالجرعات الموصوفة التي لا تتجاوز 4 غرامات يوميا. كما بيّنت أبحاث أخرى أن الاستعمال المستمر لهذا الدواء قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أمراضا قلبية سابقة، إضافة إلى زيادة احتمالية نزيف الجهاز الهضمي وأمراض الكلى، وهي مخاطر تتضاعف مع التقدم في السن أو الإفراط في الجرعات. ولم تتوقف التحذيرات عند هذا الحد، إذ أظهرت دراسة أمريكية أن الاستخدام اليومي للباراسيتامول قد يرفع احتمال الإصابة بطنين الأذن بنسبة 18%. كما أشارت تحليلات واسعة إلى ارتباط تناوله خلال الحمل بزيادة خطر إصابة الأطفال بالتوحد أو فرط الحركة، رغم أن هذه العلاقة لم تثبت بشكل قاطع. أما على مستوى الفعالية، فإن الصورة ليست أكثر إشراقاً. فبحسب الأدلة العلمية، يفيد الباراسيتامول مريضاً واحداً فقط من بين كل 4 في حالات آلام ما بعد الجراحة، ولا يخفف الصداع إلا عند 1 من كل 10 أشخاص. والأسوأ من ذلك أنه لا يقدم أي فائدة تذكر في حالات الألم المزمن مثل آلام الظهر وهشاشة العظام، وهو ما دفع هيئة الصحة البريطانية (NICE) إلى التوصية بعدم استخدامه لعلاج هذا النوع من الألم.